السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة وصفة جميلة جدا وسهلة قوي ولذيذة، وانا متأكدة ان الكل هيحبها، حتى الأطفال كمان هيحبوها. وهي كيكة قدرة قادر الكدابة بطريقة سهلة وبسيطة، وهنحتاج بس فيها ل3 مكونات. حضرتك تقدري تستخدمي اي نوع كيك شوكولاته انت معتمداه، او اي طريقه كيك شوكولاته انت بتعتمديها، او ممكن حتى كيك الشوكولاته الجاهز اللي بيتباع في السوبر ماركت تقدري حضرتك تجيبيه وتستخدميه. انا كان هنا عندي شويه من الكيك البايت بتاع كيك الشوكولاته، كنت عملت معاكم قبل كده كيكات شوكولاته كتير على القناه. هسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف اللي حابب ان هو يرجع يشوفها. وزياده تاكيد برضو هكتب لكم المقادير بتاع كيكه الشوكولاته الناجحه سهله وبسيطه في الصندوق بتاع الوصف للي حابب ان هو يطبقها. تاني مكون معانا وهو علبة من الكريم كراميل. اي نوع كريم كراميل حضرتك بتستخدميه هنحتاج منه الباكيتين بتاعة الكريم والباكيتين برضو بتاع الكراميل. تمام، يعني هنحتاج عبوة كده اللي هي 2 في 1. تمام، ده صوص الكراميل هنحتاجه معانا برضو، هتشوفي قدام شوية هنحتاجه هنعمل بيه ايه. وبعد كده برضو هحتاج معايا كيسين من الحليب، كل كيس يكون وزن بتاعه حوالي 450 او 500 ملي. يعني كيس الكريم كراميل الواحد اللي هو كيس الكريم البودر بيحتاج عليه نص لتر من الحليب زي ما حضرتك شايفة كده. في البداية كده هبدأ بقى ان انا اجهز معايا علشان خاطر اعمل معايا الحلو القمر اللي انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو ده. اول حاجة كده جبت معايا اللبانة او الكسرولة اللي هستخدم فيها الكريم كراميل. هعمله فيها ازاي؟ اول حاجة ضفت معايا الحليب، كيسين الحليب معايا كده، وبعد كده هضيف معايا كيسين البودر بتاع الكريم كراميل، هضيفهم معايا. وطبعا في الاول بنقلب على البارد. تمام يا جماعه، اللي ما يعرفش ان الكريم كراميل دوت او ما جربوش قبل كده بيكون هو السكر بتاعه فيه. بس انا بحب ان انا اضيف كده تركايه او تكايه كده بسيطه من عندي، وهي باكت من الفانيليا. لو حضرتك مش حابه ان انت تضيفيه تقدري تستغني عنه. تمام، في هو كده كده طعمه حلو، ما بيكونش فيه يعني اي طعم مثلا يعني يخليكي مثلا تضيفي الفانيليا او حاجه، بس انا بحب ان انا اضيف الفانيليا يعني عشان تطعم معايا كده، لان انا بحب طعمها في الحلويات. تمام، وخاصة كمان في اي حاجة فيها بيض او اي حاجة فيها حليب بحب ان انا اضيف عليها فانيليا. قلبت معايا كده المكونات زي ما حضراتكم شفتوا معايا على البارد الاول. بعد كده برفعها معايا على نار متوسطة، ما تكونش النار عالية خالص. في الوقت دوت اول لما بتبدأ ان هي خلاص تغلي معايا بضيف معايا هنا كده الفانيليا. انا هضيف 2 باكت من الفانيليا بمعدل باكت لكل كيس حليب. تقدري حضرتك تستغني عن الخطوة دي، اختيارية زي ما قلت، مش اساسية خالص معانا. تمام، يعني لو مش متاح عند حضرتك فانيليا تقدري تستغني عنها، مفيش اي مشكله اطلاقا. اول ما يبدا يغلي معايا كده زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما قلت ايديا فيه باستمرار بقلب فيه علشان خاطر الخليط ما يكتلش معايا، او ان هو لا قدر الله يتحرق معايا من تحت. هبدا بقى ان انا اول ما يغلي معايا كده هطفي عليه النار. تمام، وهسيبه بقى يبرد معايا تماما. اول ما يبرد بقى معايا الخليط كده زي ما قلت زي رضعة البيبي او زي دمعة العين، هبدأ في الوقت ده ان انا اجهز بقى معايا القوالب اللي انا هعمل فيها الكيكة القمر بتاعتنا بتاعت النهاردة دي. جبت بقى كده معايا القوالب اللي انا هشتغل فيها. هستخدم القالب اللي هو شكل الوردة دوت، وهستخدم القالب التاني بتاع المولتون كيك. حضرتك لو مش متاح عندك تقدري تستخدمي اي صواني، مفيش اي مشكلة منها، وهتطلع برضو معاكي النتيجة ممتازة. بس لو متاح عند حضرتك القوالب ديت هتدي معاكي شكل جمالي كده في النهاية بس مش اكتر، انما في النهاية بتكون النتيجة واحدة. زي ما لاحظتوا كده معايا حطيت كده شوية من الزيت حوالي معلقة كبيرة، ومسحت بيها كده بفرشة القالب كله علشان خاطر اضمن ان بعد ما اجي اقلب الكيك في النهاية ما يكونش لازق معايا جوه الصينيه او جوه القالب اللي انا مستخدماه. لو حضرتك متاكده من الصينيه بتاعتك ان هي مش هتلزق معاكي اما تيجي تقلبي الكيك، فمفيش مشكله، تقدري تستغني عن الخطوه اللي انا بعملها دي وعادي تتخطيها، مفيش اي مشكله. تمام، دهنت بقى كده معايا القالب اللي هو الورده والقالب بتاع المولتون كيك دوت بمسحه كده بسيطه من الزيت، ما تكتريش قوي في الوقت ده. بعد كده هاخد بقى معايا القطعه بتاعه الكيك اللي انا كنت مفرزاها معايا في الفريزر. اي كيكه حضرتك بتعتمديها تقدري تستخدميها، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نعملها بكيك فانيليا، هي طبعا اصلها بكيك الشوكولاته. ولو حضرتك مش بتعرفي تعملي كيك شوكولاته هسيبلك برضو اللينكات بتاعه كيكات الشوكولاته اللي عملتها معاكم على القناه في صندوق الوصف. هاخد كده حوالي نص الكمية او تلتين الكمية واضيفها في الصينية او القالب اللي هو على شكل وردة ده. وبعد كده هاخد معايا القالب بتاع المولتون كيك ده واضيف فيه برضو جزء كده من الكيك بتاع الشوكولاتة، يعني حوالي تلت الكمية برضو او نصها. زي ما قلت كده انا سايبة في الوقت دوت الخليط بتاع الكريم كراميل يبرد معايا تماما. زي ما ملاحظين كده معايا ما شاء الله الكمية جابت معايا الصينية والقالب بتاع المولتون كيك.
جبت كده معايا الخليط، بس الاول كده بقلبه كده تقليبه بسيطه بالمضرب او الويسك، علشان خاطر بيكون عمل زي طبقه وش كده زي القشطه، فبقلبه كده بيها عشان خاطر ايه، اما اجي اضيفه على الخليط على الكيك كده زي ما ملاحظين ما يكونش فيه كتل او ما يكونش فيه قطع من الخليط اللي هو بتاع القشطه اللي بيكون متكون على الوش بتاع الكريم كراميل. زي ما ملاحظين معايا كده اللبانه نظيفه مفيش فيها اي حروقات ولا اي حاجه، لان انا ايديا كانت فيه باستمرار ومفيش اي كتل خالص في الخليط ولا لسع معايا من تحت ولا اي حاجه. يعني تكون النار هاديه واحنا بنعمله، يعني متوسطه كده زي ما قلت وانا بعمله تكون النار متوسطه، وتفضل ايدينا تقلب فيه باستمرار. زي ما لاحظتوا معايا كده اول لما ضفت الخليط بتاع الكريم كراميل القطع بتاعه الكيك طلعت على الوش، يعني بتطفو على الوش كده. احنا بقى كده بالسباتيولا كده او بمعلقه ممكن نقدر نغطسها كده علشان خاطر تتشرب من الخليط بتاع الكريم كراميل وتتغطس كده جواه. بعد كده هاخد معايا الصواني ديت وهدخلها معايا الفريزر مدة ساعة، او ممكن في التلاجة ممكن من ساعتين لاربع ساعات. لو حضرتك مستعجلة عليها يبقى على الفريزر على طول من نص ساعة لساعة مش اكتر من كده. زي ما ملاحظين كده معايا بعد ما خرجتها من الفريزر عشان انا كنت مستعجلة عليها بصراحة عشان الولاد عندي لما بكون عاملة حاجة حلوة، يعني طبعا كلنا عندنا اولاد بيكونوا على طول مستعجلين عليها وعايزين يجربوها. زي ما ملاحظين كده معايا ما شاء الله الخليط بتاعه تماسك جدا وكمان انفصل عن الجوانب، هقدر بكل سهولة ان انا اقلبه. هنا بقى كانت بنتي واقفة معايا في المطبخ وهي اللي اقترحت عليا الصواني دي ان انا اقلب فيها الكيك بتاع قدرة قادر. انا قعدت اقول لها يا بنتي الصواني ديت كبيرة ومش هتنفع، هي اللي قالت لي لا يا ماما معلش معلش صوري بالصواني دي عشان انا بحبها، وانا ما بحبش ازعلها بصراحة، ولما بتطلب مني حاجة بحب ان انا اعملها لها. وزي ما احنا عارفين احنا كده كده عاملين حاجات حلوه لاولادنا، فنحب ان احنا نقدمها لهم بالشكل اللي هم يحبوه. قلبت كده معايا زي ما حضراتكم شايفين اول قالب معايا اللي هو بتاع المولتون كيك، ما شاء الله الشكل بتاعها والفورمه بتاعتها جميله جدا اللهم بارك. وعايزه اقول لكم والله يعني طعمها وشكلها، يعني بصوا مفيش اي اختلاف، طعمها حلو وشكلها حلو، يعني حتى لو انتوا شايفين شكلها حلو فطعمها اكيد احلى بكتير. عايزه اقول لكم برضو القالب التاني دوت بنتي برضو اصرت عليا ان انا اقلبه برضو في الصينيه نفس بتاعه الطقم بس الاكبر، وانا برضو مرضتش ان انا ازعلها، فحبيت ان انا اعمل لها اللي هي عايزاه. مع ان هنا كانت الصينيه هتتزحلق وانا بقلبها، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وحصل خير، والحمد لله اتقلبت بكل سهوله. زي ما ملاحظين كده معايا برضو رفعت من هنا كده برضو الصينية من عليها وبرضو مش لازقة في الصينية ولا اي حاجة، وده بفعل ان انا دهنتها كده بفرشة بسيطة من الزيت، يعني شوية زيت كده بسيطة خالص بنملس بيهم ايه جوه الصينية. زي ما ملاحظين كده معايا ما شاء الله شكلها حلو جدا، فاضل كده ايه معانا خطوة واحدة علشان خاطر تخليها معانا بالشكل القمر اللي شفتوه معايا في اول الفيديو. عايزه اقول لكم بقى والله العظيم طعمها في حتة تانية، احلى بكتير من كيكة قدرة قادر الاصلية، وسهلة جدا ولو بنوتة صغيرة تقدر تعملها بكل سهولة. اي نوع كيك حضرتك تقدري تعمليه بمنتهى السهولة. لو مش بتعرفي تعملي كيك شوكولاتة وخايفة مثلا انك تعملي كيك وتهدري خامات ويبوظ منك لا قدر الله، تقدري تجيبي اي كيك شوكولاتة من السوبر ماركت معتمداه وتعملي بيه وهتطلع معاكي ناجحة جدا وممتازة بامر الله. زي ما لاحظتوا كده بقى معايا في الوقت ده هستخدم بقى معايا الاكياس بتاعه صوص الكراميل اللي موجوده جوه العلب بتاعه الكريم كراميل. هنبدا بقى في الوقت ده كده ان احنا نزين بيها كده الوش بتاع الكيك معانا اللي احنا عملناه. ما شاء الله عايزه اقول لكم الصوص دوت بيودي الطعم في حته تانية خالص. طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه، انا مش محتاج ان انا اتكلم عليها خالص. عايزه اقول لكم كمان اضافه الصوص بتاع الكراميل دوت اللي هو بيكون الاكياس اللي موجوده جوه الباكت بتاع الكريم كراميل بينقل طعمها نقله تانية خالص، بيخلي طعمها كده مميز جدا، احلى كمان من الكريم كراميل اللي انت بتاكليه الساده، واحلى كمان والله يا جماعه من كيكه قدره قادر العاديه. والطريقه ديت سهله ومجربه ومضمونه للي خايف ان هو يجرب كيكه قدره قادر الاصليه وتبوظ منه. وعاوزه اقول لحضرتك بقى لو وصلتي معايا هنا للفيديو، عايزه اقول لك ما تنسيش كده تكتبي لي كومنت حلو زيك في التعليقات وتقيمي الوصفه كده، يعني باي تقييم من رقم 0 لرقم 10 او لرقم 100 هكون مبسوطه جدا بتقييم حضرتك. وما تنسيش برضو حضرتك تكتبي لي كده بتتابعيني من اي بلد في الكومنتات علشان تعليقاتكم بتفرحني جدا. واتمنى برضو لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه لو اول مره بتدخلوا قناتي، اكيد طبعا هيشرفني جدا اشتراككم في القناه. واتمنى برضو تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم علشان اكبر عدد من الناس يستفاد. زي ما حضراتكم كده بقى ملاحظين معايا هنا في الوقت دوت انا زينت كده الوش بتاع القطعه ديت بشويه من صوص الكراميل. تقدري حضرتك تستكفي بالتزيين دوت او تقدري تضيفي بقى شويه من المكسرات لو انت حابه مثلا، يعني ان انت تضيفي اي اضافه تانية. تقدري تضيفي مثلا كريز، تضيفي مثلا مكسرات، تضيفي فواكه.
شوفي حضرتك حابه تضيفي ايه في الوقت ده وتضيفيه، حابه ان انت تاكليها كده هي طعمها كده لوحده، يعني بصي بياخدك في حته تانية وحته تاسعه كمان، طعمها في منتهى الجمال. والله والله كل اللي هيجربها انا متاكده ان هو هيدعيلي. تمام، الوصفه دي بجد يعني اختراع من الاخر، هي دي اللي تنفع تكون ترند بجد. حابه اقول لكم بصراحه ان انا عن نفسي تجربتي فيها، لما جربتها لما جربت كيكه قدره القادر العاديه، انا بالنسبه لي دي كانت احلى بكتير، كطعم وكوقت وكمجهود اوفر بكتير من الكيكه بتاعت قدره قادر العاديه. يعني بتوفر عليا وقت وبتوفر عليا مجهود، وكطعم والله طعمها احلى بكتير من كيكه قدره قادر الاصليه. عايزه اقول لكم زي ما قلت، شجعوا بناتكم ان هم يخشوا المطبخ ويخشوا يعملوها. لو عندك بنوته صغيره دخليها كده المطبخ وشجعيها ان هي تخش المطبخ وتقف فيه. حابه اقول لكم برضو ان انا الولاد عندي اكلوا ما شاء الله يعني بالف هنا وشفا. الصينيه الاولانيه اول يوم فاضت معايا هنا الصينيه الصغيره اللي هي بتاعه المولتون كيك ديت، فحبيت ان انا اعمل لهم كده اضافه بسيطه كده، يعني تركايه من عندي، عشان خاطر هم عندي الاولاد بيحبوا الحلويات باستمرار وبيحبوا كمان الكريز دوت. مفيش حد فينا اكيد عنده اطفال وما بيحبش الحاجات دي، كل اطفالنا بيحبوا الحلويات، كل اطفالنا بيحبوا الكريز كمان، لانه بيدي للكيك كده شكل التورت الجاهزه من بره. تمام، والله يا جماعه عايزه اقول لكم ان احنا بنعمل حاجتنا في البيت بايدينا بتكون احلى وانضف واوفر من الجاهزه. حضرتك دلوقتي باقل حاجه وباقل امكانيات تقدري تفرحي اولادك وتبسطيهم وتعملي لهم كل اللي نفسهم فيه. اقل تورتيه بره سعرها دلوقتي معدي ال 200 جنيه او 300 جنيه. طب على ايه؟ طب ما احنا نعمل في بيتنا حاجتنا بايدينا، هتكون انضف واحلى واوفر من بره كمان. هتلاقي برضو عندي على القناه وصفات كتير لحلويات وتورت وجاتوهات، هسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف، اللي حابب ان هو يجرب اي وصفه منهم. وما تنسوش حبايب قلبي تشجعوني كده بلايك وكومنت واشتراك في القناه لو اول مره تدخلوا قناتي. وهتمنى كده منكم تدعوا لي دعوه حلوه في التعليقات، وتقولوا لي برضو بتتابعوني من اي بلد علشان خاطر تعليقاتكم بتفرحني. معاكم اختكم ام محمد ونوران من مصر، اتمنى برضو ان انتوا تكتبوا لي بتتابعوني منين، ويشرفني اشتراككم في القناه اكيد. ايه رايكم بقى فيها؟ ما شاء الله شكلها حلو جدا وبيتكلم عن نفسه زي ما قلت، حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم طعمها كمان احلى من شكلها. ان شاء الله كل اللي هيجربها هيدعيلي. ما تنسوناش حبايب قلبي من صالح الدعاء. وان شاء الله حبايب قلبي ادعوا لي كده دعوه حلوه، وادعوا كده لاخواتنا في غزه وفي فلسطين، ربنا ينصرهم اللهم امين. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.